السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل نوع جديد من المخبوزات وهي خلية النحل. خلية النحل زغنطوطي كده اهوت المرة دي. هننزل بمكوناتنا مج من المية الفترة، ولا هي سخنة ولا هي ساقعة، فترة كده زي دمع العين. بننزل عليها بظرف خميرة ومعلقة كبيرة سكر و3 معالق لبن بودرة. لو هتعجني بلبن سايب او لبن سايل كان موجود عندك بلاش اللبن البودرة. وننزل بنص كيلو دقيق. هبتدي امكس وذرة الملح ما ننساهاش. معكم منى ابو المجد. و3 معالق زيت نضيف او 3 معالق زبدة، اي حاجة موجودة عندك متوفرة. بنبتدي نمكس هنا، نمكس ونبكس بالبوكس. ادي بالبوكس طلعي اي طاقة سلبية عندك في العجينة دي، لان هي محتاجة 3-4 دقايق كده عجن. ان شاء الله تبقى هي بسيطة وسهلة، وان شاء الله فعلا توصلك بسيطة وسهلة. هي وصلت معايا لدرجة السوفت الجميل ده، وما شاء الله يعني ما خدتش وقت كبير. بملس كده على وشها بالمادة الدهنية اللي عجنتي بيها، ان كان زيت او سمنة، علشان ما تتقشفش معاكي. وتغطيها لمدة ربع ساعة او 10 دقايق. ما شاء الله عليت وبقت سوفت معايا وناعمة كده. تتأكدي ان عجينتك وصلت للمرحلة اللي انت عايزاها. بصي هي سهلة ما شاء الله في الفرد بالطريقة دي. هقول لكم حاجة بقى على خلية النحل. يعني دي حاجة ترجع لك، انت بتحبي خلية النحل صغنطوطة او بوبس. انا كان عندي كده بوبس صغنن عندي، فحبيت اعمل له بوبس صغنن كده. ما عنديش قطعة طبعا بفنجان صغنن كده. لو انت عايزة تكبري الفنجان براحتك. الفنجان صغنطوطي وعملتها بوبس خلية النحل. ببقى انا مجهزة عندي نوع جبنة من اي نوع انت بتستخدمين، جبنة فرد. وبمسك بقى القطعة الصغنطوطة دي البوبساية، وبحط فيها قطعة الجبنة وبقفل عليها، بكورها كده سيركل كده، وبكورها ما بين ايدي واحطها. ببقى مجهزة الطاجن بتاعي او الصينية بتاعتي اللي هتدخل الفرن بمادة دهنية. لو عندك ورق زبدة حطيه، ما كانش عندي، كان ورق الزبدة خلص عندي، دهنتها الحقيقة كده بسمنة بسيطة. وابتديت ان انا ارصها في الصينيه. هنا طبعا مش هنهدر النص كيلو، ما شاء الله رمى برضو، بس ما شاء الله العجينه حلوه وسوفت في ايدي، لدرجه ان انا بقيت اخد بعد ما بقطع اخدها واعيد فردها. سهله ما شاء الله معايا. لايك وشير علشان خاطر خلية النحل معانا النهارده. كملت عادي وما هدرتش اي حته عجينه. الحقيقه كانت جميله ما شاء الله، وكانت سوفت وناعمه وحلوه. يعني ربنا يحسن ما بين ايدي وما بين ايديكم، ويبارك في اولادنا واولادكم يا رب، وبالهنا والشفا علينا وعليكم يا رب. يجعل الفرح والستر من نصيبنا ونصيبكم يا حي يا قيوم. كده خلصت البوبس خلية النحل بتاعتي الصغنطوطي. وبرضه باكد ممكن تكبريها وبتبقى احلى كمان وهي كبيره. بس البوبس اللي عندي حبيت اعملها بوبس صغنن. هنا بدهن وش الخليه بمعلقه لبن من عندي. الحقيقه بصوا انا كملت والنور مقطوع، ولا عرفت بقى اشوف بيضه ولا عرفت اعمل حاجه، فدهنتها بالموجود على الرف الوسطاني، درجه حراره 180، 12 دقيقه او 3. الف هنا وشفا. كانت معاكم منى ابو المجد. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.